السلام عليكم. أنا الإعلام حسين الخزعلي، مراسل القناة الشرقية ومدير مكتب منظمة حماية وتطوير الأسرة العراقية. البارحة في تمام الساعة 1:30 فجرا يوم 17/8/2015 عند عودتي للبيت للمنزل عثرت على ظرف بسيارتي الشخصية. طبعا هذا الظرف يحتوي على تهديد. التهديد هو برصاصتين، ماشي. ظرف انه تحذير الي بترك العمل، وتحذير الي انه مثل ما يقولون يعني تعديل وضعك. وهاي رصاصتين راح تكون بيدك، الرصاصتين الجايات راح يكونن بين عيونك مثل ما تشوفون. هاي هي رصاصات. طبعا هسه احنا حاليا متوجه الى مركز الشرطه في مدينه السماوه لتقديم دعوه قضائيه حتى نعرف ملابسات هذا الموضوع. طبعا الموضوع التهديد باسم كتائب اتباع الحق. اعتقد هذا تيار اسلامي موجود هنا وهو اللي وجه لي هذا التهديد. يذكر انه هذا التهديد ليس الاول الي. في هذا الشهر تلقيت أكثر من تهديد في مواقع التواصل الاجتماعي وبأسماء مستعارة يهددوني بترك العمل والرحيل عن المحافظة فورا.